ازيكم؟ جولتنا النهارده في قريه اسمها اكوا فيو اللي في كيلو 91 الساحل الشمالي قدام قريه اللوتس. وصلت البوابه بتاع الامن، كان راجل زي السكر وقفني ولازم يسالك طبعا داخل لمين جوه، ولازم تقول له اسم المالك ورقم العماره والشقه والكلام ده طبعا موجود على الابلكيشن. اقول له انت حاجز من اي حد هيقول لك اكيد البيانات دي. الله بقى على المنظر الجميل اللي جوه والملاعب ومنطقه الزراعه والاشجار والورود والالوان الجميله، متع عينك يا وحش. دي العماره اللي كان فيها الشاليه. قلت اطلع اشيك الاول كده، لقيت الشاليه تحفه، مطبخ تحضيري على اليمين في كل حاجه تقريبا. الديكورات والفرش كان ذوقهم حلو قوي زي ما انتم شايفين في الفيديو، بس الاهم من كده البلكونه اللي كانت بتبص على حمام السباحه والمنظر اللي يهدي الاعصاب ده. ايوه هو ده حمام السباحه اللي انا ممكن انزل فيه، او اي حمام سباحه في القريه، في حمامات سباحه كتير طبعا. طيب على اليمين بقى في ايه؟ دي الاكوا بارك اللي اسمها اكويا، وهي دي اللي هوريها لكم بالتفصيل واخش جوه في الفيديو جاي ان شاء الله. دي اوضه بسريرين عادي، ودي الاوضه الثانيه سرير كبير، وده انا اهو مساء الخير. الاوضه دي ببلكونه صغيره، وده الحمام، وده المدخل بتاع الاكوا بارك اللي هوريه لكم بالتفصيل الفيديو الجاي. انا طبعا حجزت من الابلكيشن اللي انا متعود احجز منه على طول، اللي هو سبوت اكس. الاسعار والصور مكتوبه كلها في الابلكيشن. لاحظت ان قدام شويه كده في منطقه للعب بالعجل وبلاي ستيشن، ومنطقه للقرايه والرسم، وفي النص قاعده للعائلات. قضيت وقت جميل جدا في القريه دي، واللي منها رحت على الاكوا بارك اللي اسمها اكويا. استنوني الفيديو الجاي وما تنسوش اللايك والشير. سلام.